السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير ونهاركم يدوز زوين وحياتكم تكون سعيدة. اليوم بغيت نتطرق على واحد الموضوع اللي شاغلني وشاغلكم وشاغل بزاف ديال الناس اللي ديما تيقولوها في حياتهم، اللي هي الروتين. صراحة كلمة الروتين ولات كتخلع شوية، غير كنسمعوها كتبقاي تقولي واش حياتي ولات مملة ولا شنو؟ نفس النهار، نفس البلاصة، نفس الوجوه، حتى كتحسي بحال الا النهار كيف نهار، حتى حاجة ما كتغير. يعني كتحسي بأن نفس اللي كديريه اليوم كديريه لغدا. ولكن واش بصح الروتين هو المشكل ولا غير حنا كنشوفوه بطريقة خايبة؟ حيث في الحقيقة الروتين بعض المرات كيكون راحة، ماشي ملل. انك تفيقي وعارفه شنو غديري، ماشي كل نهار مفاجاه او صداع الراس. راه حتى هذه نعمه. المشكل ماشي في الروتين، المشكل منين كنعيشوه بلا احساس. مثال صغير هو ملي كتشربي القهوه بلا ما تحسي بها، ولا كدوزي نهار بلا ما نعيشوه، وهنا كيجي الملل. ولكن الا غير بدلتي طريقه التفكير ديالك، نفس الروتين يقدر يولي زوين. هذاك الكاس القهوه نقدر يكون لحظه ديال راحه، انا بعدا كنعتبره لحظه جميله في حياتي وفي نهاري. ملي كنشد داك الكاس ديال القهوه وكنشربو كنتمتع بهذيك اللحظه، والحمد لله. واخا غير تمشايش، مشيه صغيره تقدري تبدلي المود ديال النهار كامل، تجي مرتاحه. وحتى نهارك العادي يقدر يكون فيه شي حاجة صغيرة تفرحك، ماشي ضروري يكون شي حاجة كبيرة باش أنا نفرح بها، وماشي ضروري تبدلي حياتك كاملة. غير زيدي شي شوية ديال الإحساس وشوية ديال التفاؤل، وخلي حتى شوية ديال الضحك في حياتك. ماشي كلشي ناخدو بجدية، حتى الروتين غادي يولي ثقيل إذا خدوتي كلشي بجدية. ولكن الا خففتي شويه غادي تحسي ان الحياه خفيفه من اللي كنتي كتحسي بها. وفي الاخير الروتين راه ماشي يدوك، يمكن غير ما عرفتيش تعيشي مزيان. دوزيه بشويه وعيشي اللحظات الصغيره، وغادي تشوفي كيفاش حياتك غادي تتبدل.